السلام عليكم. أول حاجة تديرها أنه تدير حفظ الفيديو. راح نتكلم حول 27 منتج وأكثر للفرماج وش تشري في رمضان. وأول حاجة نبدأ لك بيها وش هو الفرماج. الفرماج مكوناته الحليب وفقط، زيدوا له خمائر لبنية وروبة وملح، هذا هو الطبيعي 100%. كي تلقى إضافة تنقص هذيك 100% على حسب الإضافات اللي زادوها. راك تشوف المكونات امامك. هذا فرماج هولندي، هاي المكونات نتوعك. ستارتر معناها تبدا، معناتها انه خميره لبنيه او ربع عفوا. تلقى منتجات ايضا جبن طبيعي ولكن فيها اضافات بسيطه، مثل هذا النوع تاع جبن ايدام. كي تقلب راح تلقى المكونات اللي قلت لك عليها، حليب مبستر وخمائر لبنيه وروبه، وتلقى ملون غذائي. زيدوا نهبطوا بشويه ونروح. هذا أيضا جبن طبيعي ولكن درجة تاعو مش 100%، راه فيه إضافات باش يحسنوا القوام نتاع الجبن، مع أنه مازال جبن طبيعي. أيضا الجبن اللي راح تشوفه الآن هذا أيضا جبن طبيعي، وضافوا له إضافة واحدة تاع الكالسيوم باش يرفعوا من مستوى الكالسيوم ويحسنوا الجودة. دوكا نروح لك اللي وش هو الجبن المذوب. الجبن المذوب هي الأجبان الطبيعية اللي شفتها في الأول في الفيديو، وجدوا لها مسحوق الحليب والماء المعالج وأملاح التذويب باش تحصل على جبن قابل للطلي. وراهي المكونات أمامك. ودرت هذا النوع أساسا هذا جبن مذوب، وديت لك باش تشوف هذه التحضيرة، لأنهم عندهم نفس التغليف والناس ما تقراش. كي تلقى دهون نباتية مهدرجة مالقري فيه الشيدار والجودة والمصدر، بصح يبقى تحضيرة. ونعاود نولي لكم أيضا للفرماج المذوب، هذه علامة ممتازة لأنه شوف المكونات تاعها. كل ما كانت المكونات قصيرة كل ما كان الجبن أفضل. هذا جبن ماء معالج ومسحوق الحليب، ننصحكم به. أيضا هذا عجبتني فيه بدون جلوتين نحتاجوها، وهذا أيضا جبن طبيعي مسحوق حليب ماء معالج وعجينة الجبن يقصدوا بها الأجبان ليذوبوهم. هذه تحضيرها مش جبن. كيفاش نفرق؟ مباشرة كي تقلب وتلقى مواد دسمة نباتية أو تلقى زيت النخيل، عرف بلي راك في التحضيرة. حتى ولو كانت مكتوبة باسم قليل نقرأ المكونات. هذا جبن طبيعي، كي تقرأ المكونات ما راح تلقى دهون نباتية، راح تلقى دهن الحليب، تلقى أجبان للتذويب، مسحوق الحليب. وراني نزيد نوري لك دركا تحضيرة أخرى اللي عرفتو كامل بلي تحضيرة. شحال نسبة الجبن فيها؟ 18%. وكي تقلب راح تلقى مواد دسمة نباتية. يديروا المادة الدسمة نباتية بيقلوا التكلفة تتشريه بسومة رخيصة. هذا أيضا تحضيرة غذائية. وما تغركش ثلاث الأجبان، لأنه لو تقلب راح تلقى مادة دسمة نباتية كما قلت لكم. يديروهم بسكور خاص ويهبطوا في التكلفة تاع الإنتاج، وانت تشري تحضيرة غذائية بسومة قليلة. طبعا المتعامل هدفه أنه يقدم منتج مقبول بسومة رخيصة. يعني كي تقرأ وتلقى دهون نباتية هو المنتج تاعو تحضيرة غذائية، لازم يدير يدير مواد دسمة نباتية. هذا أيضا تحضيرة. ويكون الحاجة اللي تقلقني أنه يكتبوها صغيرة تحضيرة غذائية. يا أخي اكتب تحضيرة غذائية خلي الناس تشري عن قناعة. هذا جبن ذائب للطلي. قلت لكم ونعاود لكم، أجبان ذائبة للطلي هي عبارة عن أجبان يذوبوها، يزيدوا لها مسحوق الحليب، الماء المعالج وأملاح التذويب ليذوبوا هذاك الجبن، ويخلطوهم ونحصل على الفرماج فوندي أو جبن ذائب للطلي. كتشوف المكونات. أهم حاجة تعرفوها أنه الجبن من الحليب، والجبن المذوب هو الجبن طبيعي اللي من الحليب ويزيدوا له مسحوق الحليب والماء المعالج وأملاح التذويب والماء. أما التحضيرة هي هذاك الجبن المذوب عادي اللي أساسه الجبن الطبيعي، ويضيفوا له مواد دسمة نباتية باش يقلوا من التكلفة. وكي تلقى حتى في التحضيرة فيها اختلافات، كاين اللي فيها 10% فرماج، وكاين اللي فيها 13%، وكاين اللي فيها 18%، وكاين اللي فيها 23%. اختلاف حتى في نفس العلامة. لو تروح تشوف علامة تشيزي
اللي راح نحكي عليها الآن راح تتأكد من كلامي. هذا الجبن اللي راح تشوفوه الآن هذا جبن مذوب، أساسه الجبن الطبيعي زائد أملاح التذويب. أنت كي تقرأ وتقلب ما تلقاش مواد دسمة نباتية أو زيت النخيل، عرف باللي راك في الجبن المذوب. هذه تحضيرة وش عارف فيها نسبة فرمات 14%، يعني في كل 100 جرام كاين 14 جرام تاع جبن. اتفقنا؟ هذه أيضا تحضيرة، وكي تقرب راح تلقى 13%. شوف حتى في التحضيرات نتاع لافاشكري الأولى فيها 18 وهذه فيها 13، يعني اختلاف من ومن. هاي تشيزي وظهر، هذه تشيزي لك تشوفها أمامك فيها 23% منها فرماج. بس راكم تشوفوا معايا بصح فيها مواد دسمة نباتية راهي موضوعها أمامكم. بصح كنا نروحوا تاع البليون هذه فيها 23، بصح شوفوا تاع البليون فيها 10%. 10% فرماج. لماذا؟ لأنه خاصة راح تشري 1.7 كيلوغرام ب65,000. 10% سما في كامل فيها 170 جرام نتاع فرماج. نروح لعالم تاع تارتينو. تارتينو تخدم أجبان مذوبة ممتازة، بصح ماشي غير تشوف تارتينو وتقول راني نشري في الجبن. هذه تحضيرة، وكي تقلب راح تلقى مادة دسمة نباتية. يعني كل الشركات تخدم الجبن المذوب وتخدم التحضيرة. هاو تيب توب أمامكم، هذا جبن مشي جبن تحضيرة. كي تقلب راح تلقى مواد دسمة نباتية. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ديروا له حفظ راح يساعدكم تجيروا فرماج في رمضان.